هذه بديرة طيبة وماشي غريبة على سي الحاج رحال، لأن كان ديما سباق في الرياضة وفي تكريم الناس اللي عطاو الكرة، ولا سيما تكريم ديال اليوم ديال السي الحاج قرة اللي تاريخه وحياته كلها خصصها للكرة، وعاون بزاف ديال الشباب اللي وصلوا لي زيكيب ناسيونال، ومنها انه خدم مع فرق كبيره كالجيش الملكي كالوداد كالمغرب التطواني، وغنسى بزاف الفرق اللي خدم مع الفريق الوطني مع لا فيدراسيون. مي هذه بديره وكتخلي ان بعد كنتلاقاو مع اللاعبين قدماء دي زانترناسيونو اللي شحال هذه ما شفناهم، وهذه بديره طيبه انك كنشوفوا، ومع صحفيين تا هما اللي شحال هذه ما شفناهم. وكنظن ان ماشي غريب على السي الحاج رحال، وكنظن ان ما يكون الا مشكور على هذا الجهد اللي كيدير، وهذا التفكير اللي كيفكر في هاد الناس اللي كتحس بهم ان بحال في بعض الامور وفي هذا الدومين اللي فيهم هما تنساو. مي سي رحال سي الحاج دائما كان هو السباق في هذا الشيء، وكنشكروه على هذا الشيء، وكنشكروه على هذا اللمه اللي لم هاد اللاعبين القدماء بعضياتهم، وهذه محسوبه ليه وماشي غريبه عليه، لان ماشي الاولى ولا الثانيه. كنشكر جميع المنظمين لا وكلاء اللاعبين على هذا التنظيم وهذا الحفل والتكريم ديال واحد الظاهره كرويه مغربيه هو السي العربي قرة. هذا السيد اللي يعني خدم الكره المغربيه بامتياز، وخدم الانديه خاصه اللي اشتغل فيها كالوداد والجيش وكذلك تطوان وحسنيه اكادير. هاد الفرق اللي دا معاهم بطولتين كذلك اكتشف لاعبين كانوا مغمورين وتنبأ لهم مستقبل كبير، ووصلوا للفرق ديال الدرجه الاولى، وكذلك من ثم وصلوا للمنتخبات الوطنيه. هذا كيدل بانه كانت عينه عنده عين ثاقبه تقنيه كبيره. وكنشكر كذلك الحاج عبد الواحد رحال على يعني تهيئ هذا الصرح الرياضي الجميل باش تقام في هذه المباراه التكريميه، وكنتمناو ليه التوفيق ومزيد من يعني التطور في كرة القدم خدمة للأندية الوطنية وخدمة للمغرب الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. فكنشكر الحاج عبد الواحد رحال يعني اللي ديما فيما كيطرقوا الباب ديالو يعني الاخوان الا تكون هو يعني ديك الدار الكبيره. فبكل صراحه هذا ملعب جيد جدا، مواصفات مميزه. جيت سعيد التواجد مع نغم اللاعبين من اجل تكريم وحضر الهرم الكروي هو الحاج عربي قرة بشراكه مع الحاج عبد الواحد رحال او نادي رحال كره القدم مع وكلاء الرياضيين اللي بكل صراحه داروا واحد بديره اللي كتستحق يعني التنويه، لان باش تجمع هذه الوجوه كامل ماشي سهل. كنشكر كل من ساهم من قريب او من بعيد من اجل انجاح هذا الحفل الكروي، وكنشكر الاخ ديالي عبد الواحد رحال على رحابه الصدر ديالو، لان فيما كنطرقوا الباب ديالو الا تكون الباب ديالو مفتوح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. فأول حاجة كنرحبوا بالسيد رئيس السيد القشور، وكذلك جميع الرؤساء اللي كنشوف حدايا، والنواب والرؤساء واللاعبين الدوليين والصحفيين والرياضيين والفنانين. الحمد لله ملعب رحال كان وسيبقى دائما في خدمة هاد الناس الرياضيين، في خدمة المدينة القديمة، في خدمة الدار البيضاء، في خدمة كرة القدم، في خدمة الله، وفي خدمة الوطن، وفي خدمة الملك.